السلام عليكم. نرحب بكم في قناتي ما باسون كولينير متعتي في الطبخ. كما راه يبان لكم في العنوان، عملت هذا الفيديو الخاصة بعجينة المسمن باش نعطيكم كامل اسرار هذه العجينة ونجاوب في نفس الوقت على التساؤلات العديدة اللي راهي تجيني عبر الفيسبوك واليوتيوب. كان ماذا بيا ندير وصفات جديدة، لكن فضلت ان نعاود هذه الوصفة ونعطيها حقها تاع الشرح، ونعطيكم كذلك كامل مراحل نجاح هذه الوصفة بالتفاصيل. تبعوني خطوة بخطوة، وننصح البنات المبتدئات من داك يشمخوا عجينة قيس 3 أو 4 حبات ما يعادل 250 غرام تاع السميد باش يتدربوا عليها. وصدقوني مع مرور الوقت راح تتمكنوا من هذه الوصفة وتحققوها بكل سهولة. مالا اذا عجبتكم الفيديو بارطاجيوها، واذا ما عجبتكمش قولوها ليا وخليوا لي رايكم في التعليقات. الحاجة الأولى والمهمة في نجاح عجينة المسمن هو أنه لازم نخيروا السميد يكون ذو نوعية رفيعة، اون سمول دو بون كاليتي. هنايا درت سميد رطب، يعني سمول اكسترا فين. نقدروا نديروا المسمن أو المحاجب بالسميد رقيق أو سميد رطب. هنايا نو سبق لي درت فيديو تاع المسمن بسميد رقيق، وهذا الاختراع حبيت نوريكم بالسميد رطب. هنايا درت كيلو تاع السميد، صيرته من قبل، شويه ملح، تقدروا تزيدوا حفنه تاع الفارينه. كيما راكم تشوفوا راني نشمخ السميد غير بشويه بشويه، لانه السميد رطب كيما نبلوه يقعد هكداك حتى ولو بات ليله كامله ما يشربش. اما السميد رقيق بالعكس، في الاول تكون العجينه طريه وكي ترتاح تولي متماسكه. مالا هنا نفضل ندير العجينه متماسكه، واذا شفتها يابسه اثناء الدلك نزيد لها الماء في الاخير. نديرها في فيلم بلاستيكي ونخليها ترتاح ليله كامله او نص نهار. كيما راكم تشوفوا عمليه الدلك شحال سهله كي تكون العجينه مرتاحه، والتاني السميد رطب كي الفارينه ما يحتاجش بزاف للدلك. نعطيكم قاعده البنات، قد ما يكون السميد رقيق قد ما يكون ما يحتاجش الدلك الكثير. بكري كنا ندلكوا العجينة حتى يطيحوا كتافنا، لكن الآن مع مرور الوقت عرفت أنه راحة العجين مهمة كتير في نجاح المسمن أو العجائن الأخرى. وشنو هي الحاجة اللي تصرى أثناء راحة العجين؟ أثناء راحة العجين كل حبة تاع السميد تتنفخ وتولي طرية، وبالتالي هذوك الحبات يتلصقوا بيناتهم، وكي نبداو ندلكو يتكون لدينا ما يسمى بالجلوتين أو العلك اللي هو ضروري للمسمن، وهذا سر من أسرار نجاح المسمن. بكل صراحة أنا واش ندير بعد ما ارتاحت العجينة ليلة كاملة في الثلاجة؟ نحطها فوق طاولة العمل ونبدا نعجنها او ندلكها 2 ولا 3 دقائق فقط، ونغطيها بالبلاستيك ونخليها ترتاح شويه، ربع ساعه 20 دقيقه، ونكمل نخدم شغلي عادي، يدي في المواعن يدي في الطبخ وندور في الكوزينه، ومن داك نجوز عليها وندلكها شويه كما قلت لكم 2 ولا 3 دقائق، ونعاود نغطيها بالفيلم بلاستيكي ونخليها ترتاح هكذاك، نكمل هكذاك حتى نتحصل على عجينه ملساء ومطاطيه. ما لازمش ديروها مهمه صعبه وتقولوا هذا مستحيل وما نقدرش نديرها وما نعرف. واحد ما زاد معلم، كلنا كنا ما نعرفوش وتعلمنا بشويه بشويه. هنا كما راكم تشوفوا العجينه تاعي ولات طريه وملساء والاستيك غير بقليل من الدلك والراحه. على حسب الشوفه العجينه راهي يابسه شويه، الوغ نزيد لها شويه ماء. ولو كان رانا في فصل الصيف نخليها هكذا ما نزيدلهاش الماء، لانه حراره الجو هي اللي راهي رايحه تخليها طريه وتنطلق. نغتنم هذه الفرصة ونلفت انتباهكم إلى الطريقة الصحيحة للدلك. كي ندلكوا العجينة لازم نضغطوا عليها غير بكف اليد بلا ما نجعدوها ونقطعوها.
كل هاد الخطوات اللي درناها باليدين نقدروا نديروها بالبيتخا، غير حاجة واحدة برك، لازم ساعة ساعة الفوقاني نديروه لتحت والتحتاني نردوه لفوق. كيما راكو تلاحظوا ما بين الوقت اللي بليت فيه العجينة والوقت اللي راني رايحة نقرصها، عجنتها اونتو 15 دقيقة تقريبا، وخليتها ارتاحت 4 أو 5 خطرات نظن. شوفوا العجينة راهي تبان يابسة، إيبا هذا هو السر اللي يخلي العجينة ما تتقطعش كي نعود نحل فيها. لكن الشرط الوحيد انه لازم نخلو القرصات تاعنا يرتاحوا مليح مليح ويولوا مرخيين مليح. كي نقرص العجينة ما لازمش نعمرو يدينا بالزيت، ندير لها غير قطيرة من الفوق. نحكم الحبة ونزير عليها بشوية بشوية حتى ندير لها ما يسمى عندنا بالسرة، وكي نقطع هذيك السرة تولي الحبة كيف كيف من الفوق ومن التحت. وبهذه الطريقة اللي نقرصوا بها العجينة نتحصلوا على حبة اون بول ما عندها حتى فتحة اللي تقدر تقطع لنا المسمن كي نعودو نحلو فيه. الوزن تاع القرصة يتراوح بين 70 إلى 80 غرام. ندهنهم بالزيت ونغطيهم بفيلم بلاستيكي ونخليهم يرتاحوا مليح مليح. دوكا رانا في فصل الشتاء، خليتهم يرتاحوا هنايا ساعتين، ولو كان رانا في فصل الصيف نخليهم يرتاحوا 15 إلى 20 دقيقة. فيديو أسرار عجينة المسمن أو المحاجب وصلت إلى نهايتها. تابعوني في الحلقة الثانية تاع تحضير المسمن، وراني رايحة نحط لكم الرابط في الأسفل. والسلام عليكم ورحمة الله.